النهارده جبر خاطر مش عادي. طبعا انتوا عارفين جدا ان فتره المعرض الكتاب كان في زيارات كتير جدا، ناس كانت عايزه تجيلي، لكن انا كنت قافله كل الزيارات اثناء معرض الكتاب عشان كنت مشغوله جدا بمعرض الكتاب، وان انا كل يوم بروح المعرض وكده، فكنت قافله الزيارات. فانا بعد لما المعرض خلص فتحت الزيارات النهارده الجمعه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا عوض. الفتره اللي فاتت طبعا احنا كان عندنا نقص في كل موارد الدار، ولا مواد غذائيه ولا موارد الفطار ولا ادوات التنظيف ولا ادوات التعقيم. بجد كانت حتى الثلاجات فاضيه اصلا، يعني حتى بصوا الثلاجات اساسا يعني هي الثلاجات فضيت تمام. الثلاجات فضيت، حتى تحت الديبات فريزر اللي موجوده اللحمه والفراخ مفيش خالص لحمه. يعني النهارده اول فراخ كانت ايدينا النهارده من ام وليد. طبعا النهارده بحمد ربنا، بوس ايدي وش وظهر على كل الناس الزوار اللي جم زارونا في دار زهره مصر، اللي جاب فاكهه، اللي جاب اطعام، اللي جاب فطير مشلتت. بجد اليوم النهارده فيه جبر خاطر عجيب، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، وزياده الخير خيرين. وحابه اشكر الاستاذه الجميله، عرفينا بقى بنفسك. ام مصطفى، ربنا يعلي قدرها يا رب. امي ابو علي مركز الزقازيق. الله، يعني الشرقيه جايه لنا بقى النهارده. انا عملت لكم يا جماعه البيج بتاعتها عشان تتابعوها. الست دي بتعمل اكل جميل جدا، وبتعمل شويه فطير عجب. تعالوا بقى نشوف الجمال، الجبنه الجميله بتاعتها، وكمان الفطير المشلتت القمر ده، اللهم بارك، حاجه كده جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يطعمها من طعام الجنه. وكمان انت قلت لي ان انت عامله العسل ده بالاعشاب. ده العسل ده بالاعشاب، حاجه نضيفه. ده احنا بندي للنزلاء منه كل يوم معلقه. ده يبقى حلو قوي. ده بالاعشاب مش. ده انت ربنا يبارك لك يا رب ويجازيكي كل خير. يعني انت بنفسك اللي عملتي الفطير ده وتعبتي فيه؟ عشان خاطرنا. والله عشان خاطر ربنا يعلي قدرك يا رب. جدا. ربنا يخليك يا رب. بتتابعينا بقالك قد ايه؟ انا بقالي يجي اكتر من سنه. ربنا يعلي قدرك. انا هدوق بقى عشان اعرف واقول لكم، ها؟ عشان لو طلع وحش هقول. ها؟ قولي. هقول. لا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حاجه بيتي، بسم الله ما شاء الله. ده الفطير ده انا حاسه ان هو جاي من الصعيد كده. تحفه. معمول بالزبده. انا هاخد فطيره ليا بقى. انا مسامحه. انا مسامحه اي حاجه. انا مسامحه والله. عايزه اقول لك الفطيره 10 على 10. الله يخليك كده. تسلم ايديكي، ربنا يخليكي لينا. وفضل مش اول زياره ان شاء الله. ربنا يخليكي. انا اول مره اجي، بس دي مش اول مره. هدوق العسل بقى عشان اعرف بقى العسل ده الاعشاب ولا لا. خدي بالك عشان انا اصلا موضوع الاعشاب دي انا دايما اصلا بجيبها. الجبنه دي انا اللي عاملاها. انا اصلا عايزه اقول لك ان انا حتى بجيب غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل دايما بجيب الحاجات دي اصلا، فعارفاها كويس قوي. المفروض بقى معلقه خشب انا عارفه، بس احنا ما عندناش كده. معاكي بقى جبنه، بسم الله ما شاء الله. طعم مميز. ها؟ عايزه اقول لك ان نفس العسل اللي انا بجيبه بالظبط بحط عليه اعشاب، طعمه بالظبط بجد حقيقي. تسلم ايدك. انا وشفا. وربنا يكرمك من طعام الجنه ويعلي قدرك. شكرا جدا. ربنا يخليك. شكرا. انا عايزاكي بقى النهارده تقعدي تتبسطي معانا. انا عايزه اقول لك ان في واحده من شويه جت جابت لنا فطير، واحنا حاطين لهم الفطير بالفعل. الفطير ده بقى احنا هنعمل فيه ايه؟ هنشيله، هناكلهم منه النهارده في العشاء، والباقي هنشيله في الديب فريزر عشان يطلع منها. ونحطه في الميكروويف وياكلوا منه، لان هم اصلا من عشاق الفطير. والفطير والفسيخ والمكرونه بالبشاميل، يعني بصي اكيله. النفس تاكل سخن بصراحه. اكيله. انا لو بنحطه في الميكروويف خلاص بيطلع طازه، يعني بيبقى جميل. تسلم ايديكي، ربنا يكرمك من طعام الجنه. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. الله يخليك يا حبيبتي. عايزه اقول كمان على حاجه ثانيه. معلش، عايزه اقول حاجه ثانيه. طبعا انا بشكر الست الجميله ام وليد عشان بعتت لنا النهارده محشي، وبعتت لنا مكرونه بالبشاميل، وبعتت لنا عيش بلدي جميل قوي قوي. ربنا يخليها يا رب ويكرمها ويطعمها من طعام الجنه لسيدات القصر. كتر الف خيرها. طبعا احنا هنطلع دلوقتي هنوزع عليهم عشان برضو نكبر بخاطرهم.
لان برضو الفطير اللي كلوه من شويه كان يا دوبك حبه صغننين، يعني كل واحد يا دوبك كان خد حته، يعني ما كانش كتير. فهم دلوقتي هيتغدوا وهم مستنيين ان شاء الله، وربنا يقدرنا ونفرحهم ونكبر بخاطرهم يا رب العالمين. هنلاقي بقى بس حد من المضيفين يجي يكمل ان هو يقطع الحاجات دي. منورين ماما انا جايه. منورين. انا بصور اهو، تيجي تصوري معايا. اجي معاك. ايه رايك في الاكل ده؟ ايه رايك في الاكل ده؟ اوزع. انت اللي هتوزعي؟ انت اللي هتوزعي بنفسك؟ كملي لو سمحتي الحاجات بعد اذنك. انت اللي هتوزعي بنفسك؟ كتير علينا، كتير علينا يا حبيبتي والله. انت ليه بتحبي تصلي معايا؟ ما قلتلك بقى. ليه؟ لله كلمة حلوة. لله يا محسنين. يلا بقى تعالي نوزع. احمد اهو. يلا تعالي بقى نكمل عشان نوزع. يلا ماما انا جايه بنفسها. انا بحلم يا ولاد، بحلم والله العظيم. يلا بينا يلا. ماما انا جايه بنفسها. سقف ماما انا جايه. يلا وزعي معايا عشان الصلاه تيجي على ايدك. سقف حد وزعي يا استاذ مع ماما وانا جايه. يلا النهارده يا جماعه جات لنا كمان رقيه بترسم لهم حنه في ايديهم. استني خلي بطوطه شويه عشان بترسم. يلا نورتونا. اتفضلي يا منى. اتفضلي يا جاي. خدي اديها يلا. اتفضلي يا نصر. اتفضلي يا بطوطه. طبعا انا بشكر الناس الجميله اللي بعتت الحاجات، بشكر ام وليد ربنا يجازيها خير ويعلي قدرها على الحاجات الجميله اللي بعتتها. وكمان هي بعتت فراخ المفروض كانت هتستوي بس مش هنلحق ان احنا نسويها، كويس ان هي بعتتها نيه، هنشيلها في الديب فريزر نعملها يوم تاني، لان في ناس جميله ثانيه جت النهارده من الشرقيه جابت لنا وجبات. ازيكم عاملين ايه؟ نورتونا وشرفتونا. بتتابعونا بقالكم قد ايه؟ جبتوا ايه النهارده معاكم؟ الله ربنا يكرمك. انت اللي عاملينها بقى؟ ما شاء الله. الواحه نفسها الله يكرمكم يا رب ويكتر ويجازيكم كل خير. هي فين الوجبات؟ الوجبات اهي محطوطه هنا. طب عشان ننزل بس نشوفها. ايوه انتوا شلتوهم يعني في الثلاجات؟ ايوه عشان بص احنا برضو هنفتح ونوري الناس الجمال والحلاوه. جايبين لهم برضو وجبات، واحنا برضو الحاجات دي مش هتخسر معانا، بنشيلها لسيدات القصر. احنا عندنا طبعا نقص ونقص في الموارد بتاعت العشاء والفطار، عادي ياكلوا منها او نشيلها لتاني يوم ونسخنها في الميكروويف. او الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وقف معانا بعد فتره كبيره، لان انتوا يا جماعه عارفين كويس ان انا شايله الدار وشايله راتب الموظفين وشايله الايجار وشايله الكلام ده كله. رز بسمتي وفراخ ما شاء الله، ربنا يطعمهم من طعام الجنه يا رب. تعالي عايزين تشوفوا ربنا يجازيهم كل خير. جايبين 65 وجبه لسيدات القصر والموظفين عاملين حسابهم، ربنا يطعمهم من طعام الجنه ويجازيهم كل خير. بشكر حضرتك جدا، ربنا يعلي قدرك يا رب ويجازيكم خير. انتوا احلى اسره يعني بصراحه، ربنا يعلي قدركم يا رب. ربنا يخليكم والله. حضرتك بتتابعنا بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي سنتين كده. ربنا يعلي قدرك يا رب. شكرا جدا، اسعدنا مرورك الطيب. عايزه اقول لكم يا جماعه ان في ناس كتير زعلانه مننا، بيقولوا لنا احنا بنحاول نتواصل معاكم من شهور ومش عارفين نتواصل معاكم، مش عارفين نيجي الدار ومش عارفين نزور سيدات القصر. سامحونا، ده بيكون غصب عننا لان بيكون عندنا تكدس رسائل كتير جدا على زهره مصر، مش بنعرف ان احنا نوفق ان احنا نرد على كل الناس. لكن النهارده انا كنت فاتحه زياره من بعد معرض الكتاب والحمد لله ربنا كرم بالخير ده، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. تعالوا بقى نسلم على رقيه لان هي جت نورتنا. طبعا اكيد انتوا فاكرينها، هي كانت معانا في معرض الكتاب. انا هخليك ترسمي بقى، انا هشوف بقى تعملي ايه. يلا اهو ايدي تحت امرك. خليها ترسمي يا جايه النهارده عشان تفرح سيدات القصر. رسمت لزينب ورسمت لبطوط ولسه هترسم لهم كلهم ان شاء الله.
انا عايزه حاجه سيمبل جدا يعني. خلاص ترسم لنا، هترسم بقى للموظف، هتدلعنا النهارده دلع يعني. دار زهرة مصر ربنا يخليها لنا. وكمان عامله مخدات جميله، ممكن تجيب المخدات الصغيره اللي هي عاملاها مكتوب عليها زهرة مصر وسمر نديم. ربنا يبارك لها يا رب. محمد تضايق ان انا هرسم ولا ايه؟ كل مره من نفسي بقى. انا عايشه حياتي كريمه جدا. تعالي وريني كده. جايبالي مج عليه سمر، وجايبالي مخده صغننه عليها محمد، ومخده تانيه عليها سمر. هاتيها كده يا رضا. وكمان زهرة مصر. زهرة رضا. ايه الجمال ده؟ ادي لما تاكلوا عشان توزع عليهم المخدات. ربنا يعلي قدرك. كل ده احنا فرحنا بالناس الفرحين. ربنا يقدرك على خير يا رب. جميله جميله جدا والله. شكرا لكم كلكم النهارده، نورتونا وشرفتونا في دار زهرة مصر. ربنا يعلي قدركم جميعا يا رب العالمين. رضا لا عشان يجي فيها لما تاكل خلصت. بحس ان هي كتير قوي. خلاص كفايه كده. بس الرسمه اللي انت عاملاها البطوطه احلى. يعني الله جميله. وريني ايدك كده. جميله حلوه. جميله. ربنا يكرمهم ويجازيهم كل خير كل اللي جم نورونا النهارده في دار سيدات القصر زهرة مصر. ايه الجمال. مبسوطه يا بطوطه؟ بطوطه كمان بقى بشكر عمر الجميل، نورتنا. ايه الجمال ده. سعدنا مرورك الطيب في دار زهرة مصر. ربنا يخلي لك ماما يا رب ويشفيها شفاء لا يغادره سقما. امين يا رب العالمين. ربنا يكرمهم يا رب كل اللي جم يفرحونا النهارده ويجبروا بخاطرنا بعد وقت كبير من الزعل، ووقت كبير من قله الدعم، وقت كبير من حاجات كتير جدا. الحمد لله ربنا النهارده كرم وفرحنا جميعا وفرح سيدات القصر. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. ربنا يجازيهم كل خير يا رب العالمين. منورانا. ربنا يفرحك باولادك ويعلي قدرك يا رب. ده انت على راسي والله. كتر خيرك والله. ربنا يطعمك من طعام الجنه يا رب العالمين. يلا اشوفكم على خير يا طيبين. ما تنسوناش من الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قولهم باي يا جليله. باي باي.